السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. يا جماعة، أنا كنت واحد من الناس اللي دائما بنتقد المملكة المغربية في إثبات رؤية الأشهر الهجرية، لكن اليوم يا جماعة عرفت معلومات لأول مرة أعرفها، فعشان كده اليوم عايز أدوكم المعلومات دي عشان الناس كلها تعرف المعلومات دي اللي أنا سمعتها برضو لأول مرة. لأنه طبعا دائما قاعد نشوف على أنه أغلبية الدول العربية بتكون اليوم أول رمضان بنلقى المغرب مختلفة لحد بكرة مثلا، والعيد كذلك. اليوم طبعا اليوم الجمعة أغلبية الدول العربية ما شاء الله صايمة، ما شاء الله معيدة عندهم العيد، زي السودان، السعودية، مصر، العراق، قطر. يعني أغلبية الدول العربية اليوم عندها أول أيام العيد، ما عدا المملكة المغربية وسلطنة عمان والأردن والمغرب وعمان. دائما أغلبية الدول اللي بتلقاها مخالفة على باقي الدول العربية. طيب السؤال وين؟ هل فقط عايزين يكونوا مختلفين، عايزين يظهروا على أنه نحن مختلفين وخلاص، والله في أسباب معينة؟ طيب بالنسبة للمملكة المغربية، عايز أقول لكم حاجة. المملكة المغربية عموما فيها 12 جهة. 12 جهة يعني نحن ممكن نعتبرها 12 ولاية. أوكي تمام. وهذه ال 12 ولاية فيها أكثر من 200 موقع، أو قرابة ال 200 موقع مكان بيتم فيه رؤية الهلال. أكثر من 200 موقع، أو قرابة ال 200 موقع. طيب مين يا محمد حسون الناس اللي بيشوفوا الهلال؟ هل هو فعلا يعني الليلة حنصوم ولا بكرة حنصوم، ولا يعني هل حنكمل شوال وهل حنبدأ شوال ولا لا؟ طيب أول حاجة الناس اللي بيكونوا موجودين عشان يشوفوا الهلال بيكونوا موجودين من عدة مجالات مختلفة، اللي ما شاء الله في وزارة الداخلية، اللي في الأوقاف، اللي في الدرك الملكي، اللي في العدول، اللي في الأرصاد الجوية، اللي في أي مجال مختلف. المهم عدة مجالات مختلفة من الناس بيكونوا موجودين في هذا الرؤية، يعني في هذا المكان عشان يشوفوا رؤية الهلال. يعني هل حنصوم ولا ما حنصوم، هل حنعيد ولا ما حنعيد. طيب تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا واضح. الحاجة الجميلة والحاجة الرائعة في المملكة المغربية مختلفة على باقي الدول ونحن ما بنشوفها، واللي هو على انه المملكة المغربية كل شهر بيشوفوا رؤية الهلال. يعني كل الأشهر الهجرية على مدار السنة بينتظروا رؤية الهلال عشان يشوفوا هل بكرة مثلا يعني حيبدأ شعبان ولا ما حيبدأ، بكرة شوال ولا ما شوال، بكرة رمضان ولا ما رمضان. يعني على طول السنة هم بيكونوا مراقبين رؤية الهلال على طول السنة. هذه الميزة في الدول الثانية غير موجودة، في أغلبية الدول العربية غير موجودة. يعني ما ممكن نحن على طول السنة نايمين ما عدا يجي رمضان ويجي العيد طوال اللي نحن نصحى والله يعني حنشوف، يعني حنشغل التلسكوب حنشوف رؤية الهلال كذا كذا. لا، هم على طول السنة على مدار السنة كده. وفي كل شهر أول ما يكونوا الناس موجودين في يعني قرابة ال 200 موقع، بعد ذاك في حالة أنه شافوا الشهر الهلال أو ما شافوه، بعد ذاك بيرسلوا المعلومات مباشرة إلى مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، يعني سواء هم شافوا الهلال ولا ما شافوا الهلال. دي المعلومة رقم واحد. المعلومة رقم اثنين على أنه هم بيتأخروا في النتيجة. يعني مثلا أغلبية الدول بعد صلاة المغرب مباشرة يا أخي خلاص أنه نحن بكرة حنصوم أو بكرة يعني حيكون العيد. لا، هم بيتأخروا لأقصى ما يمكن عشان يتأكدوا 100% هل في أحد منكم يا شباب شاف رؤية الهلال ولا لا. طبعا في حديث نبوي بيقول على أنه أصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والله أعلم. يعني حاولوا تأكدوا لنا مدى صحة هذا الحديث، لكن في حديث قاعد يقول يعني هذا النص: أفطروا لرؤيته وصوموا لرؤيته. الحاجة الثانية يا جماعة، ودي من الشواهد الجميلة والرائعة، اللي هو في سنة 2011. هل تتخيلون أنه في سنة 2011 السعودية طبعا قاعد تستخدم تكنولوجيا عالية رائعة، تكنولوجيا ما شاء الله، يعني من الطراز الرفيع إلى آخره. لكن تعالوا شوفوا، لو قارنا المملكة العربية السعودية اللي بيتبعوها عشرات من الدول العربية والإسلامية، نقارنها بالمملكة المغربية اللي نحن كنا قاعد نشوفها دائما هي مختلفة. طيب في سنة 2011 السعودية كانت صامت وكل شيء أمورها تمام والحمد لله، وشافت يعني بالتكنولوجيا العظيمة اللي عندهم. لكن اكتشفوا على أنه في النهاية الرؤية أو الحاجة اللي شافوها أو الحاجة البيضاء اللي شافوها يعني من بعيد ما كان الهلال، وإنما كان كوكب الزهرة.
كان كوكب الزهرة. يعني في النهاية اكتشفوا على أنه الحاجة اللي شافوها دي كان كوكب الزهرة وليس الهلال. فعشان كده المملكة العربية السعودية مباشرة بعد ما خلاص خلصوا رمضان مشوا دفعوا الكفارة، ويعني وأطعموا المساكين على نفسهم، يعني على السعودية وعلى الدول اللي كانت تابعهم. فعشان كده نحن بنقول من هنا يعني ما فيش داعي للتبعية، كل دولة تتحرى جميع الأشهر زي المملكة المغربية. نحن نخلي أن المملكة المغربية هي تكون قدوة بالنسبة لنا، هي تكون قدوة بالنسبة لنا بدل الكلام الفارغ. بدل أنا كنت من المنتقدين صح، أنا متأكد، وفي عدد كبير من الناس برضو يعني حينتقدوا المملكه المغربيه على انه دائما قاعد يختلفوا، لكن هذه المعلومات يا جماعه معلومات مهمه جدا. طيب هذه السنه يا محمد حسون الحاصل شنو؟ هذه السنه دول الشرق، يعني بعض دول شرق اسيا واستراليا العيد عندهم يوم السبت، يعني زي المغرب والاردن وعمان، ولكن اغلبيه الدول العربيه اليوم العيد هو اول ايام عيد الفطر المبارك. طيب لو جينا شفنا عدد المسلمين في العالم اليوم اللي حيعيدوا اليوم اللي حيعيدوا بكره كيف؟ اكثر من مليار ونص مسلم حيعيدوا السبت، يعني زي المغرب، منهم باكستان، بنغلاديش، ماليزيا، الهند، طبعا عارفين التعداد السكاني حق الهند، المغرب، الاردن، عمان، وبعض الدول الاخرى. يعني فقط يعني اقل من ربع السكان اللي بيعيدوا اليوم، يعني اللي حيعيدوا اليوم الجمعة. طيب يا محمد حسون، انت الان قاعد تتكلم، قاعد تدي معلومات، هل في ناس خبراء فلكيين اتكلموا عن المغرب بخصوص رؤيتهم يعني للاشهر الهجرية؟ نعم، في فلكيين عرب وفلكيين يعني خبراء عالميين يعني اثبتوا على انه المغرب من ضمن الدول اللي رؤيتهم للهلال يعني نسبة الخطأ في رؤية الهلال يعني ما يعادل 0.001%. نسبة الخطأ شبه معدومة، أو ممكن نقول عليها نسبة الخطأ في رؤية الهلال في المغرب معدومة بتاتا. وهذا الكلام يا جماعة يعني بشهادة خبراء فلكيين، ومنهم أيضا واحد من الخبراء الفلكيين في مصر قال على انه اي اعلان رسمي كان يخالف يعني خلال العشرين سنه اللي فاتت، يعني خلال العشرين سنه الماضيه كانت الاخطاء في رؤيه الهلال في المملكه المغربيه شبه معدومه خلال العشرين سنه الماضيه. تخيلوا كميه السنوات، 20 سنه المغرب تقريبا ما اخطا في ولا اي شهر، مع انه كان في اغلبيه الاحيان بيخالف المملكه العربيه السعوديه. فتخيلوا معي كيف بتتميز المملكة المغربية على باقي الدول العربية والإسلامية. فمن هنا أنا بقول لكل الناس اللي كانوا بينتقدوا المغرب جاء الوقت المناسب عشان نعرف أهمية هذه الدولة الإسلامية الرائعة، هذه الدولة الإسلامية اللي عندها القدرة على أنه ما شاء الله، يعني أنا وقت أقول نسبة الخطأ شبه معدومة أو معدومة، فيعني يا جماعة ده كلام رائع جدا. فنحن نعتز ونتشرف بهذه المملكة العريقة، المملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا المملكة المغربية وجميع البلدان الإسلامية من كل سوء ومن كل مكروه. في النهاية أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله تحققوا جميع أمانيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. كان معكم محمد حسونة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.